شاب غربي من أصول آسيوية قرر الانتحار بعد أن تركته حبيبته ودخل في حالة اكتئاب ولم يستطع أن ينساها إلا من خلال القرآن الكريم. يقول: قرأت كل الكتب الدينية لأخرج من الحالة التي أنا فيها دون أي فائدة ودون أي جدوى، لكن ما حدث معي عندما قرأت القرآن الكريم كان عجيبا ومختلفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا الشاب الغربي: كنت أعيش حياة طبيعية كأي شاب تربى وترعرع في أمريكا، يذهب للمدرسة وبعدها يذهب مع أصدقائه ويذهب للنوادي الليلية في العطل ويشرب الخمور والمخدرات ويختلي مع الفتيات. ولأني أمريكي من أصول آسيوية ومن باكستان تحديدا، كان أصدقائي بالمدرسة ينعثوني عند قدومي وذهابي بالإرهاب. حينما ذهبت وحللت بالمدرسة يقولونها: ألم تحضر معك القنبلة؟ رغم أني غير مسلم، لكن مجرد انتمائي لباكستان وأن أبي مهاجر من باكستان كان الجميع ينظر لي هذه النظرة المزرية، مما كان يزيد كرهي للإسلام ولكل تعاليمه، ومما جعل عندي عقدة منذ الصغر من هذا الدين الذي يبغضه الجميع. أقصد بالجميع بعد طلاب المدارس الذين يتعلمون العنصرية ضد الإسلام من آبائهم وأمهاتهم. بعد أن كبرت قليلا عرفت على فتاة وأحببتها وأحبتني. لم أتخيل في يوم من الأيام أنها ستتركني، في أحد الأيام فعلا تركتني ورحلت، ودخلت في حالة اكتئاب عميق لدرجة أني حاولت الانتحار، وأصبحت في وضع مزري لا أستطيع الخروج منه، لا عن طريق الملاهي الليلية أو شرب الخمور. كانت هذه الفتاة دائما موجودة هنا، لا تفارق عيني ولا مخيلتي. تدمرت فعليا، لم يبقى شيء لم أحاول فعله لأنسى هذه الفتاة، حتى قررت أخيرا أن أقرأ كل الكتب الدينية. قرأت تعاليم البوذية والهندوسية والتوراة والإنجيل، لكني دوما ما كنت أجد أن هناك حلقة مفقودة، إنها كتب عادية ولا يمكن أن تكون من خالق. ودوما ما كنت أثناء القراءة أفكر بالفتاة ولا أستطيع أن أنساها. كنت دوما ما أستبعد القرآن الكريم لأنه كتاب الإرهاب كما تعلمت منذ صغري ونشأتي، لكن انتابني الفضول لأقرأ عنه، وخصوصا بسهولة الحصول عليه من خلال تحميله إلكترونيا عن طريق الهاتف. ولم أكلف نفسي عناء شراء الكتاب لأني لم أكن أظن لوهلة أني سأستفيد منه مطلقا. حملت النسخة وبدأت أقلب بصفحاتها ولا أعلم من أين أبدأ، فقررت أن أبدأ من بداية الكتاب الكريم. بدأت أقرأ نسخة من القرآن المترجم لأني لا أجيد العربية، لكن المفاجأة أمضيت 20 دقيقة أتلو فيها القرآن الكريم ونسيت أني مكتئب ونسيت الفتاة التي كنت أفكر بها، فتوقفت عن القراءة، وما إن توقف حتى عادت الفتاة مجددا إلى مخيلتي، لكنني كدت أطير من السعادة، فقد وجدت الشيء الذي يشغلني عنها يعود وأستمر بالقراءة لساعات طويلة. تخيل أن عندما أجلس مع أصدقائي لا أكترث ما يفعلون ويقولون: تابعوا القراءة لينسى هذه الفتاة. فلنشاهد جزءا مما قاله ولنسمع القصة منه. كنت متعلقا بها بشكل كبير، وقلت يجب أن أنهي هذا، وأنهيت علاقتي بها. لذا أنهيت علاقتي ورجعت إلى سيدي القديم، وعدت مرة أخرى إلى المخدرات. لماذا الناس يتناولون مضادات الاكتئاب؟ سأخبرك لماذا. لأنك تمتلك كل شيء، تمتلك كل شيء ما عدا الله، لذلك لا تملك شيئا. تدرك أنك لا تملك شيئا لأنك لا تملك الله في حياتك. فكنت أقود السيارة على الطريق السريع بسرعة 75 أو 80 ميلا في الساعة، وضاغط على الأرض بقوة، ويداي هنا، ثم أغمضت عيني. 5 4 3 2 1. ما زلت هنا. كنت آمل أن أتعرض لحادث، كنت آمل أن يحدث لي شيئا. في هذه اللحظة أدركت أنني بحاجة للبحث عن شيء أعمق وأكثر معنى، وبدأت الآن أفكر في البحث في الكتب وفي أنواع الفلسفات والمذاهب لمساعدتي، وأفكر في كيفية التنقل وسط هذه العاصفة التي أشعر بها، لأنني بدأت الآن أدرك أن هذا ليس طبيعيا، هذا شيء أعمق. فأول كتاب بدأت في النظر إليه هو كتاب يسمى السر. هذا المبدأ عن التفكير الإيجابي: فكر بإيجابية وسيكون كل شيء إيجابيا. الكون، ساعدني أيها الكون، أنادي الكون وأبحث عن علامات، وحين تهب الريح هذه علامة. ما هذا؟ فعلمت أن به عيوبا، لأنه حتى وأنا أقرأه لم يكن اكتئابي يزول. أفكاري عن هذه المرأة لم تكن تزول، بل كانت تعود وتطفو على السطح، وكان يجب أن أخرج منها. لذلك ذهبت إلى مكتبة في يوم من الأيام وصادفت كتابا عن البوذية، وبدأ يتحدث عن المبادئ السبعة للبوذية وقوانين السعادة وكل هذه الأمور. وحاولت حقا أن أمارس تقنيات التأمل هذا، ولكن كيف يمكنك فقط إغلاق عينيك ومحاولة التخلص من كل هذه الأفكار، التفكير والتنفس والتركيز على كل هذه الأمور، ولكنها لم تكن تزول، لأنها كانت ما تزال تتسلل بداخلك، لكنه لا يجدي نفعا. وفي هذه المرحلة التقطت الكتاب المقدس أيضا، وبدأت بقراءة سفر التكوين وكل تلك الكتب كذلك. حتى أثناء قراءتي له كنت أجد به عيوبا، ولكن في الوقت نفسه لم يكن يؤثر في قلبي، لم يكن يخرجني من هذا الاكتئاب الذي كنت أشعر به. ذكرى هذه المرأة فلا أستطيع التوقف عن التفكير فيها، فلا أستطيع إخراجها من عقلي يا أخي، إنها حرفيا في ذهني على مدار الساعة. وفي هذه المرحلة استسلمت وقلت: هذا كله هراء،
كل هذا البوذية، شخص ما كتب ذلك. الناس يريدون فقط السيطرة على الجميع، والدين كله مزيف. هذا كل شيء كان هدفه. قمت بتحميل تطبيق القرآن على هاتفي. لم أحصل حتى على الكتاب مع بقية الكتب، كنت أذهب إلى المكتبات وحصلت على هذه الأشياء. دعني فقط أحمل التطبيق. وبعد الصلاة بدأت فقط أقرأ مجرد الأساسيات. في البداية كنت أنظر إليه فقط، أتصفح حسنا الكثير من السور هنا، حسنا يجب أن أبدأ من مكان ما. بدأت من الفاتحة باللغة الإنجليزية، لا أعرف كيف أقرأ العربية، فقط أقرأ. ثم أذهب إلى السورة التالية، سورة البقرة، أقرأها وأكمل قراءتها. ومرت 20 دقيقة وقلت: ما للحظة، لم أفكر في تلك الفتاة في آخر 25 دقيقة. هذا أمر لا يصدق. عليك أن تفهم أخي، كان هذا بمثابة وحي بالنسبة لي. لم أكن أستطيع أن أمضي أكثر من 5 دقائق دون أن تعود تلك الفتاة إلى ذهني وتشتت انتباهي عن كل ما كنت أفعله. قلت: انتظر لحظة، هذا جيد. والله كنت أستخدم القرآن، أعوذ بالله، لمنفعتي الشخصية فقط، لنسيان تلك الفتاة وللتوقف عن التفكير بها. كنت أستخدمه لتشتيت ذهني عن التفكير بها. هذا كل ما كنت أستخدم القرآن لأجله. القرآن كان وسيلة لتشتيت ذهني عن التفكير بتلك الفتاة، عن التفكير بحبيبتي السابقة. كنت أستخدمه فقط حتى لا أفكر بحبيبتي السابقة، فكنت أقرأه وكأنني وجدت الحل. وجدته. وفي الوقت نفسه كان الأذان يرفع وكان الوقت قد حان للصلاة، وكنت أصلي بالطريقة التي أعتقد أنني يجب أن أصلي بها. وبدأت أشعر بالحماس. كنت أقرأ القرآن لأنه في كل مرة لم أكن أقرأ القرآن عاد الاكتئاب، وعادت حبيبتي السابقة إلى ذهني، كانت دائما في مقدمة ذهني. وبدأت أشعر بتلك المشاعر مجددا، وقلت: لا، أحتاج أن أبدأ بقراءة القرآن. على أي حال، كنت أجلس والناس يتحدثون وكل ذلك، كنت فقط أقرأ قرآني، فقط أقرأه بغرض وحيد: ألا أفكر بها. بالترجمة صحيح؟ نعم، ترجمة القرآن. كنت أستخدم ترجمة القرآن فقط لنسيان حبيبتي السابقة، فكنت أقرأه وأقرأه. ولكن أثناء ذلك كان الله سبحانه وتعالى يفتح قلبي ببطء، لأنني ما زلت أقرأه وما زلت إنسانا لديه عقل يستطيع أن يفهم قليلا ما شاء الله أن أفهمه من هذه الترجمة، ترجمة القرآن بالإنجليزية. كنت أجد نفسي أقرأ آية ثم أقرأ تلك الآية وأبدأ فقط في التفكير فيها، مثل: يا ترى ماذا يقصد بهذه الآية؟ ماذا يقصد بها؟ وكنت أسرح في التفكير وأنظر إلى هاتفي أجد الشاشة أصبحت سوداء. كما تعلم، إذا تركت هاتفك دون استخدام لفترة، أتذكر أنه كان مضبوطا على 15 دقيقة، كنت أضيع في أفكاري أتأمل في تلك الآية لمدة 15 دقيقة، وعندما أنظر إلى هاتفي أجد الشاشة سوداء. كان علي إعادة تشغيله، وقلت: يا إلهي، هذا شيء قوي. في هذه المرحلة كنت أدرك أنه إذا كان هناك كتاب من عند الله فيجب أن يكون هذا، لأنني لم أكن مقتنعا تماما بعد. لذلك كنت أضعه تحت الاختبار، أعوذ بالله، وكنت أقول: حسنا، اليوم لأختبره لن أقرأ القرآن، لن أصلي، سأصوم بالطبع، ولكنني سأسترخي فقط، لن أفعل أي من ذلك. أخي، والله لا أمزح، أقسم لك، في غضون 10 دقائق من عدم انشغالي بهذا أذهب إلى الحمام وتعود كل تلك الأفكار إلي، وتعود موجة الاكتئاب هذا وكل الأشياء المتعلقة بهذه الفتاة، تعود كل هذه الأفكار إلى رأسي، وأغلق الحمام وأجفف نفسي وأقول: يجب أن أقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب هو المفتاح. وبدأت أقرأه وأصبح الأمر أكثر تفصيلا، وبدأت أفكر أن الله العظيم أنزل هذا الكتاب بطريقة ما. هذه قصة تبين عظم القرآن الكريم، وتبين أنه كتاب منزل من الله تعالى، كيف أن له تأثير على القلوب والعقول بطريقة لا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر. الغربيون اعتنقوا الإسلام بسبب القرآن الكريم، رغم أنهم لا يجيدون العربية. بعد هذه القصة علينا أن نراجع أنفسنا، فنحن أولى بقراءة هذا الكتاب العظيم الذي فيه دستور حياتنا وكل ما يهم ويلزمنا. وأنت صديقي، لا تنسى أن تشارك الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس، لأن الدال على الخير كفاعله. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارحي، أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم.